السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي اول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس امر. رمضان كريم عليكم وعلى أمة الإسلام أجمع، كل سنة وحضراتكم طيبين. ينعاد عليكم بالفرح والخير والسعادة وجبران الخواطر، اللهم آمين يا رب العالمين. ويطمنا على حبايبنا الغاليين اللي غايبين عننا وما نعرفش عنهم حاجة، ربنا يطمنا عليهم، اللهم آمين يا رب العالمين. بشكر كل حبايب قلبي اللي بيدعولي بظهر الغيب واللي ما يعرفنيش اللي عن طريق القناة، بشكركم جدا وبقول ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي ويحفظكم من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ويجبر خواطركم زي ما بتجبري خاطري كده بكلامكم الجميل، ربنا يجبر خواطركم يا رب العالمين في الشهر الفضيل المبارك ده. طبعا حماية بصبح عليكم وبقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين كده. طبعا كان عندنا الزينة من السنة اللي فاتت وكده، وكان عندنا طبعا يعني كيسين زينة كده جبناهم، الجماعة علقوهم تحت. اما بالنسبة لي فانا ما علقتش زينة يا جماعة، لان حضراتكم عارفين ان صديقة بنتي واختها وتوأمها وحبيبتها وروحها وروحي كمان وعقلي الحمد يعني توفاها الله، فاحنا مش هنعلق زينة طبعا. يعني هو لو العيلة تحت، لو انا كنت احكم على بيت العيلة تحت ما كناش علقنا، انما كل واحد يحكم على المكان اللي هو فيه. فطبعا ادعوا لها كده بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها. وطبعا هي في الجنة ونعيمها واحنا عارفين وواثقين من كده، لان هي طفلة، ونتمنى ان احنا نكون في المكان اللي هي فيها ولنا لقاء ان شاء الله ان شاء الله. يعني اللي مصبرنا ان احنا كده كده يعني لنا لقاء، بس هو الفرق بس ان احنا مش عارفين الميعاد ده بس. يعني طبعا روتين اول يوم رمضان كده عندي العيلة تحت، حماتي جمعت البيت كله، قالت لا الكل يتجمع عندها. انا كنت والله هما كانوا هيطلعوا معانا فوق، بس هما قالوا لا هو اول يوم الكل يتجمع فيه تحت. قلنا ماشي عادي. يعني نزلنا من الصبح، ده مطبخ العيلة كده زي ما حضراتكم شايفين، ومحدش يعيب على مطابخ العيلة لان المطابخ القديمة دي كلها خير وبركة يا جماعة. تمام، هي مش مطابخ حديثة. اللي يروح عند، يعني لو رحت عند امي، عند مامتك، عند حماتك، عند كده، هي دي البيوت القديمة، يعني مش مطابخ بقى مودرن. فطبعا المطابخ القديمة دي كلها بركة وكلها خير وعمار. الكرنب زي ما حضراتكم شايفين احنا طبعا كنا جامعينه من الزرع اللي قدام البيت، والشبت والكزبره والحاجات دي والبقدونس احنا زارعينها قدام البيت، والجرجير وجميع انواع الخضار، وبنسقيهم ميه نظيفه يعني علشان ايه تتاكل كده نظيفه، يعني حاجه نظيفه انت زرعها بايدك وبتاكليها كده. طبعا ده التخديعه بتاعت المحشي. وعملنا البسله، احنا بنعمل البسله يا جماعه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بنعمل لها مرتة، وبنجيب بصلة كده، بصلتين كبار كده، ونمرتهم بكمون وفلفل اسمر وكزبرة، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وبنغسل البسلة طبعا والجزر، ونقوم حاطينهم على بعض ومهديين عليهم النار خالص لعند ما تتشوح كده في بعضها، وتقومي نازله عليها بدرق الطماطم بتاعها. تمام. لو انت وصلت معايا في الفيديو لعند دلوقتي كده، اذكري الله وصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اما بالنسبه لتخديعه المحشي بقى، فجبت برضو، المحشي بحب البصل عامه يا جماعه، جبت برضو بصلتين كبار. تجيبي بصلتين، تجيبي 3، بس انا سامعه ان البصل دلوقتي الناس بتقول ب12 والناس بتقول ب24. احنا ما نعرفش، احنا عندنا الحمد لله الخير في بيوتنا، لان طبعا حضراتكم عارفين ان احنا ناس فلاحين اصلا، وبنجيب ده من السنه، يعني بكفي المعونه من السنه للسنه. وكنا كمان مخزنين بصل، يعني عندنا الخير الحمد لله يا رب العالمين. ربنا يبارك في صاحب الخير يا رب، ويبارك فيهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويطمنا عليهم، يطمنا على حبايبنا الغاليين اللي ما نعرفش عنهم حاجة. ويعني ربنا يطمنا على كل غايب يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. كده طبعا قعدنا نحشي، احنا بادئين من الصبح. ايوه بادئين من الصبح، معرفش احنا بادئين من الصبح للناس بتبدأ في رمضان من بعد الظهر، لا احنا بدأنا من الصبح، قلنا نخلص كده ونحشي. وخصوصا لو حشينا وظبطنا الاكل وكده هنولع عليه بس، هيبقى يا جماعة سهل. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، ماما قطعت الكرنب وانا جهزت الصلصة بتاعته، وقعدنا نحشي زي ما حضراتكم شايفين كده.
ايه رأيكم بقى؟ ماما تعمل لي ورق وانا احشي، ماما تعمل مثلا الجلاش، تعمل الحاجات ديت. يعني بدأنا كده ايه ان احنا يعني نشتغل. والله فضلنا شغالين طول اليوم يا جماعة. بالله عليكم ما تنسونيش بالدعاء ان ربنا يشفيني يا رب ويحوش عني ويشفيني لأولادي، لان انا كده بقالي شهر او شهر ونص كل ما باخد اكني باخد مسكنات يا جماعة، وساعة مفعول المسكن ما يروح بتعب جدا، برجع تاني زي الاول. يعني انا والله يعني انا مش حابه ان انا اضايقكم، بس انا فعلا ما عنتش لاقيه مكان اخد فيه ابر. يعني والله ما عنت، جسمي ما عاد مستحمل اي شكه ابره. يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يشفيني يا رب شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين يا رب العالمين. كده طبعا عملنا المحشي. انت لما بتعملي المحشي بقى بتسيب التسبيكه بتاعته تقوم تنشف قوي، علشان ما تسويش المحشي. يعني ما تسويش الرز، بتجيبي الرز بتغسليه وبتحطيه في مصفى وتسيبيه يصفى برده، ما بقاش فيه ولا نقطه ماء، وبعدين بتنزلي بالرز في الصلصه وتقلبي كويس، وبعدين بتحطي الشبت علشان الشبت يفضل اخضر، لان لو حطيتيه في التسبيكه وهي سخنه بتقوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تسود منك الخضار. فانتي بعد ما تقلبي الرز والتسبيكه تكون بردت وكده، فتنزلي عليها بالشبت وتحشي بقى. انا بجيب العيدان بصراحه يا جماعه بتاعه ورق الكرنب وانا مقطعاه، واقوم حطاه، وبجيب بصله وحبايه طماطم واقوم مخرطاهم تخريط صغير كده وبحطها في قعر الحل. العيدان بتاعه الكرنب دي بحطها في قعر الحل، وبجيب بجيب حبايه طماطم وبصله، وبقوم مرتاهم بشويه كمون كده وشويه بهارات، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد، واقوم دعكهم في بعض، واقوم حطاهم على عيدان الكرنب اللي انا حطاها ده او الورق المقطع ده. انما عشان تجيب البطاطس الكيلو ب10 جنيه، هتهدري بطاطس، هتهدري بصل، هتهدري فلفل، هتهدري كده. كيلو الفلفل اصلا ب15 جنيه، يعني هي دوبك الكيلو يكفيك الاسبوع على السلطات والحاجات ديت. فيعني ايه، استغل الوقت واستغل كده يعني الغلا. هو مفيش رخيص عامة اليومين دول الا الطماطم، انما بالنسبة للفواكه فطبعا رافعة جدا. يعني الحمد لله، ربنا يعين الناس على حالها يعني يا رب. واحنا بالجملة كده بقى خلصنا المحشي. واسفة طبعا على التصوير بتاع بنتي. يعني بنتي قلت لها صوري، صورت لي بالمنظر ده كده يا جماعة، لان اكنها عملته شورتس. عملت التصوير فيديو في شورتس يا جماعة. صلوا على النبي كده وقولوا لنا في التعليقات انتوا فطرتوا ايه اول يوم رمضان، وكل سنة ومتابعيني بخير وبفرح وبسعادة وبراحة بال، وربنا يسعدكم ويكبر خواطركم. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكبر خواطركم جبر يتعجب له اهل الارض وملائكة السماء عجبا. وانا بالجملة يعني انا بعدكم والله ربنا يفك كرب كل مكروب على وجه الارض، وربنا يستر الناس كلها، وربنا يسعدكم كلكم. وانا بالجملة طبعا كده حبيت ان انا اوريكم الاكل بقى بعد ما خلصنا كده خلاص بقى وقت تجهيز الفطار يا جماعة. يعني حضراتكم شايفين كنا عاملين شوية رز بسمتي، وماما كانت عامله شويه رز بسمتي، انا ما بعرفش اطبخها عامه ما بظبطش معايا. وكانت دي صينيه جلاش، صينيه رقاق باللحمه المفرومه. وده طبعا السلطه انا عاملاها. جهزنا السلطه، جهزنا العصير، وده حله رز بشعريه كده. وده طبعا كده اللحمه والفراخ. ده على فكره يا جماعه فراخ بلدي تربيه بيتي يعني 100%، فما شاء الله. واللحمه دي تهيت. وده شوربه بلسان العصفور. وادي العصير طبعا بقول لكم انا جهزت العصير اهوت. عملت عناب ومانجا. يعني انا عملت عصير عناب وعملت مانجا يا جماعه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. بس الشيف شقاه ما عرفتش ان انا افتحه اهوت كده. جهزت العصير برضو وانا شغاله كده العصر بجهز، يعني بنجهز على قدنا كده. ماما كانت عنده الفرن وانا بجهز كده. طبعا ده الخضار نزلوا جابوه من قدام البيت، من الزرع اللي قدام البيت. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نقعته بقى، غسلته كويس اوي تحت ميه جاريه، وبعدين نقعته. بنقعه بقى موجود عندك خل بتحطي خل، موجود عندك ملح بتحط حصوية ملح صغيرة، يعني كنظام تعقيم مش اكتر من كده. كده انت بتشطفيه بعد ما بتطلعيه من المية دي. وطبعا البيت اهوت بعد ما نضفه بقى زي العسل. وجهزنا الطبلية
يعني كل حاجة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. على سنجة 10 ماما تعبت في البيت والله وهي بتنظف فيه، مش ساعدتيها ليا رفية لان انا زي ما قلت لحضراتكم كنت تعبانة وما زلت تعبانة الحمد لله، يعني الحمد لله. فدعواتكم لي كثفولي الدعاء ربنا يشفيني لولادي، لان انا والله من شدية التعب زي ما قلت لحضراتكم ما كنتش بقدر، يعني باخد المسكن علشان اقدر ان انا اعمل مصلحة لولادي، غير كده انا ما بقدرش امشي ولا بقدر انام ولا بقدر اكل ولا بقدر حتى افتح بقي والله العظيم يا جماعة. يعني ممكن لو حد رن عليا في الوقت اللي انا يعني صحتي متأزمة فيه فما بفتحش عليه طبعا، لان انا اصلا مش قادرة اتكلم كده. طبعا دي سمبوسة ولا معرفش بقول عليها ايه، وده طبعا جلاش حلو يا جماعة بالنسبة لها، ده الحلو. عفوا يا جماعة، ده جلاش حلو بقى كده يا جماعة، ده الحلو بتاعنا جلاش برضو عمايل البيت. وكده بقى بدأنا لسه على الفطار 10 دقايق بدأنا بقى نجهز ونغرف كده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله سفرة اول يوم رمضان. وكلنا متجمعين والولاد طبعا شايفين صايمين ما هماش قادرين، جايبالكم الاجواء كده. كان نفسي بصوته بقى بس فاتحين بقى التلفزيون وعمالين يعني الصوت عالي ده بيقول كلمة والعيال متجمعة. ف عفوا يا جماعة انا اسفة جدا والله. عفوا يا جماعة. فالعيال متجمعين بقى والتلفزيون وكده، واللي عايز يطلع بره يسمع مدفع الافطار، واللي عايز معرفش يجيبوا لنا ايه. العيال بتهياليها ان هي لما تقعد يعني هتخلص الاكل، وهم والله العظيم حتى ما هم قادرين، حتى ما كلوش يعني ما كلوش والله العظيم يا جماعة. كده هو بدأوا يجهزوا العصاير، كل يعني اللي عطشان شال معانا العصير، اللي جعان شال معانا الاكل، اللي كده يعني. العيل بيتهيألنا هو لو جاب الاكل وعمل خلاص هياكل. يلا ربنا يعينهم يا رب، وعودوا ولادكم على الصوم، عودوهم لو حتى يصوموا لعند الظهر لو هم صغيرين، يصوموا لعند العصر يصوموا كده. بس عودوهم يا حبايبي علشان يعرفوا يعني يعرفوا تعليم اسلامهم. تمام. مش شرط ان العيل عندك صغير ما يقدرش يصوم اليوم كله، عادي عرفيه بس يصوم على قد ما يقدر، لان طبعا لو صام مره واحده طبعا بيتعب لان الجو اصلا شتوي فبجوع بسرعه، والعيال اكمنها اصلا يعني ضعيفه بطبيعتها. ف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فتتلاقوهم ايه الصوم بأثر فيهم. كده طبعا جهزنا الفطار. كل سنة وانتم طيبين. فطار اول يوم رمضان في بيت العيلة ينعاد علينا بالفرح والخير يا رب، وربنا يجعلنا في الزيادة ويرحم موتانا ويصبر كل من فقد عزيز وغالي على قلبه واحنا بالجملة. اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا يا رب يجعلها روضة من رياض الجنة، ويا رب يحشرهم مع الصديقين والنبيين والشهداء.